بيكم في حلقة جديدة من برنامج كاتب وكتاب. اهلا بكم اصدقائي وحلقه جديده من كاتب وكتاب. النهارده حلقتنا في مكتبه مصر العامه، ومعايا قدم نفسك. مالك عبد حسين. ومعانا ادم عماد محمد خليل. اهلا بك يا مالك. اهلا بك يا ادم. النهارده هنحكي سوا قصه الحذاء الباكي. انا الحذاء شاركت في مسابقة بين فريقين في قدم طفل صغير، وأثناء اللعب آلمتني الركلات التي كان يسددها كلما اصطدمت بالكرة، حيث كنت مثقوبا من الأمام، وكلما تكررت ركلاته زاد ألمي أكثر وأكثر. لقد استأت كثيرا، فالطفل ينتعلني منذ سنوات كلما أراد الخروج، ولا يستبدلني بآخر في المدرسة وفي النادي وعند شراء طلبات أمهم. نظرت إلى أرجل الأطفال الأخرى فوجدت أحذيتهم جديدة. كنت أشعر أن الجميع ينظر إلي ويسخر من ثقبي. شعرت بالحزن وأخذت في البكاء، فأبطأت خطوة الولد الذي يرتديني، فقام المدرب بإخراجه لأنه يضعف أداء الفريق. جلست على كرسي الانتظار حتى نهاية المباراة، وكانت المفاجأة. لقد كان حذاء اللاعب الفائز متعدد الثقوب. دلوقتي اما بندخل بنلعب مثلا كرة في النادي، تمام؟ ايه اهم حاجة؟ ان انت تكون الكوتش بتاعك جديد، ولا ان انت تكون متدرب ولاعب كويس؟ ان انت تكون متدرب ولاعب كويس. تمام. هل لو الكوتش فيه قطعة فيه مشكلة؟ لا. لو انت الكوتش بتاعك مقطوع شوية وبابا قال لك حاضر لما اقبض هجيب لك واحد، فيها حاجة؟ لا. دي حاجة تزعل؟ لا. طيب ايه رأيك يا ادم؟ امسك المايك. ايه رأيك؟ حلو. ايه المهم في لعب الكورة دلوقتي؟ المهارة وانك تعمل تكنيك وتراوغ وتلعب وتجيب اجوان، ولا ان يكون الكوتش بتاعك او الترنج بتاعك جديد؟ لعب كورة. لعب كورة. لعب الكورة. طب الكورة محتاجة ايه؟ تدريب، صح؟ ان انت تروح تتدرب في مواعيد ثابته معينه وتعرف تباصي الكوره لاصحابك وتجيب جول. انت بتحب تلعب ايه لما تلعب مع اصحابك؟ بتقف ايه؟ جول. بتقف جول؟ بتدخل فيك اجوان؟ تدخل فيك ولا بتحوشها؟ انت ما بتلعب مع اصحابك بتلعب تقف ايه؟ يعني اي رياضة يعني؟ لا، انت بتلعب كرة قدم مع اصحابك؟ لا. بتلعب ايه؟ كونغ فو. ايه المهم في اللعبة؟ ان انت تكون متدرب ولا تكون البدلة بتاعتك او الكوتش بتاعك جديد؟ ايه المهم؟ اصلا كونغ فو مش محتاج كده، المهم ان انت تكون لاعب متدرب وتكون كويس. تمام. دلوقتي الكوتش زعلان وبيعيط، مين يقول لي كان بيعيط ليه؟ لان هو كان فيه ثقب. وحاسس ان هو ايه؟ مش زي الكوتشات التانية. الكوتشات التانية مقطعة سليمة وهو مقطوع. طيب لكن حصل مفاجأة في اخر القصة، ايه هي؟ ان اللاعب الفائز كان حذاءه كله مخرم. طيب هل الثقوب الكتيرة في الحذاء هل منعته انه يكسب؟ لا. يبقى الكوتش كان يعني وهو بيعيط كان غلطان ولا لا؟ كان غلطان. صح؟ لان هو لو التدريب هو اللي بيخلي الولد يكسب، مش الكوتش. ومش عيب لو مثلا بابا مش معاه دلوقتي وقال لك هجيب بعدين، مش عيب وما زعلش. ليه؟ لان ممكن يكون الولد التاني اللي الكوتش بتاعه سليم مش متدرب وممكن ما يفوز. صح؟ يبقى مش عيب. اولا الفقر مش عيب. اما يكون بابا يقول لي معيش دلوقتي، لا اصبر عليه شويه. وانت يا ادم ايه رايك؟ الحذاء كان عنده حق ولا لا؟ لا. كان عنده حق يزعل ان هو عشان مثقوب ما يلعبش؟ عنده حق. قول لي وجهه نظرك. ماشي اسمعك. ليه عنده حق؟ لا هقول لك انا. يعني دلوقتي هو مين اللي فاز؟ الكوتش كان شكله ايه اللي فاز؟ كان مقطع كله، كان في كذا ثقب، برغم كده هو اللي فاز.
عشان ايه؟ عشان الولد متدرب صح. يبقى احنا الفقر مش عيب. اللي ما يقدرش مثلا، اللي بابا ما يقدرش يجيبه النهارده او ماما ما تقدرش تجيبه النهارده يجيبه بكره. المهم ان هي ماما موجوده وربنا يخليها لنا وبتهتم بينا ماما وبابا، تمام؟ هو ده المهم، ان هم مش بيأثروا معانا في تربيتنا. انما بقى ثقب كوتش مقطوع مش مقطوع ده ما يعبناش، طالما احنا ولاد متربيين كويس وبابا وماما بيهتموا بينا خلاص ده مش عيب. تمام؟ القصه عجبتك؟ نكمل الحلقة مع القصة الجديدة المقعد. قضيت مسائي سعيدا بعد أن أديت عملي بنجاح، فأنا مقعد بأحد عربات المترو، يجلس علي الركاب ليستريحوا إلى أن يصلوا إلى محطتهم المقصودة. وفجأة دخل العربة مجموعة من الأولاد وراحوا يعبثون بكل شيء في العربة، منهم من أمسك بقلمه وظل يكتب عليه ويرسم فيشوه جمالي، بينما جلس ولد آخر وظل يتأرجح علي حتى كسرني، لم يهمه إيذائي أو بكائي، بينما تعلق الثالث بالعليقات التي يمسك بها الركاب الواقفون بالعربة وظل يتأرجح بها. صرخت فيهم: لما تفعلون كل ذلك؟ لقد أنشئت هذه المرافق أو الأشياء من أجل المنفعة العامة، فيجلس علي الكبير والصغير، السليم والمتعب، فأخفف عنهم عناء الطريق. أنتم بهذا تقصفون عمري الافتراضي، وهو العمر المقدر لي أن أعيش في حالة الاستخدام الصحيح لي. صرخت فيهم: لما تفعلون كل ذلك؟ أخذت أراقب الحال، وجدت شيخا عجوزا صعد إلى العربة وذهب ليستريح على الكرسي، لم يكن يعرف أنه مكسور، فمال به وسقط على الأرض، وراح يعاتبهم: لما تكسرون المقاعد وتخربون في العربة؟ أما الولد الذي أمسك بالعليقات وأخذ يتأرجح بها فقد سقطت به ووقع على ذراعه لأن وزنه كان ثقيلا، فراح يصرخ بشدة من الألم. إيه رأيك يا مالك؟ فهمت منها إيه؟ علي صوتك. فهمت ايه من القصه؟ اما بتركب وسائل المواصلات، لو ركبت اتوبيس، ركبت مترو، ركبت قطر، بتعمل ايه؟ لازم نحافظ على الحاجات الموجوده فيه. تمام. بتجيب قلم وبتشخبط على الكرسي؟ دي حاجه ما ينفعش نعملها. ترسم على الكرسي؟ لا. طيب مثلا بتجيب مثلا موس او اي حاجه وبتقطع في الفرش اللي موجود؟ لا. دي سلوكيات ايه شكلها اللي بيعمل كده يبقى ايه؟ سلوكيات سيئه. تمام. قول لي يا ادم، ادي المايك لادم. بتعمل ايه يا ادم لما بتركب وسائل مواصلات؟ ميكروباص، قطر، مترو، بتعمل ايه؟ بتفرج من الشباك عادي يعني. بتحافظ على الكراسي وبتحافظ على الحاجه ولا لا؟ بحافظ. بتجيب قلم وبتشخبط كده على الحيطه بتاعه المترو؟ طب على الكرسي ما رسمتش قلم وكتبت اسمك كده وتمر عليه عشان يبقى ده الكرسي ليك انت بتاعك؟ ما عملتش كده؟ تبقى شاطر، بتحافظ على الحاجه. طب ايه رايك في الولاد اللي بيعملوا كده؟ ها، علي صوتك، علي صوتك. ولاد ايه غلطانين طبعا، صح؟ لان الحاجه دي مش بتاعتك انت لوحدك، ولا بتاعت مالك، ولا بتاعتي، ولا بتاعت اي حد لوحده، الحاجه دي بتاعتنا كلنا. يعني ايه طيب كلمه مرافق؟ في حاجه اسمها المرافق العامه، يعني حاجه الكل الشعب بيستخدمها، حق للكل،
المترو بتاع الكل، القطر بتاع الكل، الاتوبيسات بتاعت الكل. يبقى ما ينفعش واحد بس يستعملها يبوظها. الولاد هنا كسروا، دخلوا على الكرسي بتاع المترو كسروه، قعدوا يلعبوا عليه وكسروه، ده صح؟ طب دلوقتي في شيخ طلع جه قعد عليه وقع بيه، ينفع كده ما يكون جده حد كبير يقعد على كرسي ويقع بسببه؟ لا. طب هم كده ايه؟ حرام. كان لازم ماما وبابا يقولوا لهم لا كده غلط، واللي اللي يقعد على كرسي لازم يحافظ عليه، ما يفضلوش ينطوا. دلوقتي ايه فايده العلاقات طيب في الاتوبيس او في المترو؟ ان احنا نمسك فيها عشان ما نقعش. مظبوط كده، لان ممكن المترو يفرمل يجري يقف، فنبقى ايه ماسكينه كويس طالما احنا واقفين. لو كل المقاعد محجوزه واحنا ما فيش مكان نقعد فيه، فاحنا بنمسك في البتاع دي عشان ما نقعش. طيب قول لي يا ادم، دلوقتي لو الولاد طلعوا ومسكوا في علقه وقعدوا يتمرجحوا، ده ايه؟ ده تصرف صح؟ طب ايه الصح؟ تمسك فيها وما تعملش حاجة. الصح ايه؟ تمسك فيها وما تعملش حاجة عادي. ايوه نمسك فيها بس لكن ما نتمرجحش بيها. صح؟ طب والولاد اللي قعدوا على الكرسي وكسروه قعدوا ينطوا عليه لغايه ما كسروه، ده ايه؟ ده صح ولا غلط؟ غلط. والمفروض ايه؟ طبعا والمفروض ايه؟ ان احنا نقعد بادب كده على كرسي لحد ما تيجي المحطه بتاعتنا وبننزل. لا نشخبط عليه ولا نكسره. ويجي شخص تاني ويقعد مكانه. ليه؟ لان هي ملك الجميع ومش من حقي انا ابوظها، عشان بعد ما انزل في غيري كتير هيستعملها، فنحافظ عليها. تمام؟ في هنا كلمه عمر الافتراضي. يعني ايه العمر الافتراضي؟ يعني ده العمر اللي الحاجه تعيشه. يعني مثلا ممكن اشتري جهاز يبقى عمره مثلا 30 سنه، في حاله ان انا استخدمه صح. عمر الافتراضي اللي هو العمر اللي هو اتحدد ان هو يعيشه لو انا استخدمت الحاجه بطريقه كويسه. خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا.